أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفضفضة. النهاردة هنتكلم عن المراهقة. أكيد في كل بيت من بيوتنا أكيد في مراهق، أكيد في تغيرات إحنا بنلاحظها وبتضايقنا وبتحسسنا إن إحنا مش عارفين نتعامل مع المراهق. في مثلا تغيرات في الصوت، تغيرات في العصبية، تغيرات في طريقة التفكير، في التمرد، إحساس إن هو مش عايز البيت، مش عايز يتعامل مع الأم أو الأب، ولو يتعامل بيتعامل بعصبية، ولو رد بيرد ردود مش مريحة لا للأم ولا للأب. النهارده هنتوجه بأسئلتنا للدكتور مجدي يعقوب، أخصائي نفسي إكلينيكي ومرشد أسري وتربوي ولايف كوتش بعلم النفس الإيجابي. أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. استاذ رضا، ازيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. كل البيوت تعبانة من المراهق. عايزة أعرف إزاي هنتعامل مع المراهق اللي بتتغير هرموناته، بتتغير السيكولوجية بتاعته، التمرد، أحيانا بيرد على الأهالي بصوت عالي بطريقة مستفزة، بيحس إن مفيش تواصل ما بينه وما بينهم. آم، الأم بتبتدي إن هي تتعصب، الأب بيبتدي إن هو ياخد إجراء. فالبيوت كلها أو معظم البيوت بتشتكي وبتعاني من المراهق. طيب. الأول آه عايزة أعرف إيه المراهقة؟ طيب، هي دي مشكله طبعا بتقابل كل البيوت يعني. بس هي ما بتبقاش مشكله لما بنبتدي نفهم سمات المراهق او سمات سن المراهقه. تمام. اول حاجه بس عايز اوضحها، كلمه مراهقه جايه في اللغه العربيه او مشتقه من كلمه رهق. رهق مش زي ما الناس بتقول ان هي حاجه مرهقه، لا هي مش مرهقه، هي حاجه انتقاليه، معناها انتقال من وحط نقط. فهي مرحله انتقاليه او انتقاليه من سن الطفوله لسن البلوغ والشباب. فدي كلمه مراهق او مراهق. مراهقه. طيب، يهمنا ان احنا نوضح سمات المراهق او السن ده، فده هيريحنا شويه. ايه هي السمات تقريبا الاساسيه؟ اولا النمو الجسدي، ان المراهق في الفتره دي بيبقى فيه تغيرات جسديه من طول ونبره صوت و... ونمو في اعضاء الجسد عموما. وكمان بيبقى فيه تغيرات هرمونيه، ودي نقطه مهمه جدا اللي احنا ما بنبقاش بقى واخدين بالنا او ما عندناش الثقافه بتاعتها. ان في سن المراهقه التستوستيرون بتاع الولد والاستروجين بتاع البنت بيعمل تقلبات مزاجيه عنيفه، يعني بيبقى في حاله قلق، في حاله خوف غير مبرر، في حالة اضطراب في المزاج شوية في السن ده. طيب، في ناس كتير أو أهالي ما بتبقاش فاهمة إن النمو الجسدي أو الهرمونات دي ممكن تأثر في المراهق إزاي. فلا، هي ليها تأثير قوي، فدي أول حاجة المفروض إحنا نبقى عارفينها. تاني حاجة، السمات الشخصية بيبقى عايز الاستقلالية، هو عايز يبقى مستقل، وهو في مرحلة اللي هو إيه، أنا لسه طفل ولا بقيت شاب، اللي هو مم. بيبقى جواه صراع، بيبقى في صراع داخلي. الاهل لما بيفهموا دوت بيبتدوا يهدوا شويه ان الصراع ده عامل مشكله، هو انا لسه طفل بتعامل ان انا طفل. حتى احنا كاهالي بنتعامل شويه في السن ده ان انت طفل صغير وبندلعه كده على اساس ان هو لسه طفل، وساعات بنتعامل لا انت كبرت، انت كبرت دلوقتي وبقيت شاب فهو وبتاع، فاللي بيحصل هو لخبطة معايا، يعني الأهل برضو بيلخبطوه. الاهل برضه مم. بيلخبطوه. تاني حاجه، السن ده بيبقى فيه تكوين الشخصيه او تكوين الهويه بتاعت المراهق. مم. فاللي هو برضه زي ما انا بقول لحضرتك، اللي انا بقى عايز احط لنفسي صفات الانوثه او الرجوله، ان انا خلاص كنت طفل وبقيت شاب، او دلوقتي بتعامل ان انا كبير. تمام. فبكون الشخصيه، ودي من اهم الحاجات ان المفروض الاسره تبقى فاهماها، اللي هو تكوين هويه المراهق. تمام. تكوين هوية دي حاجة كبيرة جدا في علم النفس، أنا مم. بكون شخصيته، يعني هو دي من وهو صغير طبعا الشخصية بتتكون، بس بتفضل لغاية لما بيبقى في تكوين كامل للشخصية. إثبات الذات واتخاذ القرارات، هو عايز يحس إن أنا خلاص بقيت ليه كبير، قرارات. ليه قرارات. مم. أنا بقول، فعشان كده أحيانا بيبقى في عند. هو العند هنا، وده برضو الأهالي لما بيفهموا ده بيبتدوا يرتاحوا شوية. العند مش مع الأب والأم، مم. المشكله مش في الاب والام خالص، المشكله ان دي سمات هو عايز يقول لك انا موجود، انا كبير. طب هعمل ده ازاي؟ فببتدي اعند، بيبقى في شويه عناد. لما الاب والام بيبقوا فاهمين المرحله دي فبيبتدوا يتعاملوا على السيكولوجيه المراهق، هو بيفكر في ايه، هو بيعند. انا دايما بيجي لي مشاكل ان الاب بيحصل خناق بينه وبين ابنه مثلا او ضرب،
بسبب ان هو بيعند معاه. تمام. لما بيفهم ان دي هو مش قصده انه يعند معاك، هو مش حكايه ان هو مش بيحبك، هي دي سمات الشخصيه، انت اتعامل معاها بحكمه. مم. فبنبتدي ان احنا نهدى، ولما بنفهم سمات الشخصيه الامور بتبقى الامور احسن وبتحل مشاكل بتستقر كتير. اكتر. طيب لو دلوقتي ان مثلا ام بتتكلم مع ابنها فهو رافض ان هو يسمعها، فبتبتدي هي تتعصب عليه، صوتها بيعلى، فهو كمان بيبتدي ان هو صوته يعلى عليها. هو بطريقة مستفزة. فهنا ممكن نقول ايه للأم هتتعامل مع ابنها ازاي عشان خاطر ما توصلش للمرحلة، او للأب ان هو يمد ايده على ابنه؟ بص الحقيقه انا يعني شويه بحمل المسؤوليه اكتر الحقيقه على الاب والام في المرحله دي. اكيد. ليه؟ لاني هو زي ما بعيد تاني هما مش فاهمين سمات الشخصيه او سمات المرحله دي. فانا لما بفهم العصبيتي بتقل. هو طبعا انا مش بقول ان احنا هنبقى مثاليين ومش هيبقى فيه عصبيه اكيد. اكيد بنتعصب، واكيد حتى واحنا فاهمين بنتعصب، لان احنا كلنا علينا ضغوط. بس الفكره في فرق كبير بين حد بيبقى فاهم ازاي بيتعامل وفي حد ما بيبقاش فاهم. لاني اي نتيجه احنا بنوصل لها في الاخر فهي اساسا بتترتب على الفكره مش الحدث نفسه. مم. يعني عايز ادي مثال بس صغير بسيط كده هيوضح انا قصدي اقول ايه. دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي في ام بتتعصب على بنتها او هي بتتعامل باستفزاز فابتدى يبقى في ضرب او حاجه زي كده. دي ام مش عارفه يعني ايه سمات شخصيه او تمام. سمات مرحله. مراهق. وفي حد تاني هو فاهم يعني ايه سمات المرحله. تمام. فبتلاقي افكاره هو ده فاهم ان ده مش بيعند معايا او ده مش بيتعصب علشاني انا، هو دي من السمات. فبتلاقي الفكره اللي بتيجي مم. للشخص اللي فاهم السمات اهدى شويه فبيبتدي يتعامل بحكمه. الفكره اللي بتيجي للشخص اللي مش فاهم سمات الشخصيه مم. او سمات سوري المرحله المرحلة. بيبتدي يتعامل بعنف، لان هو مش فاهم. هو بيبقى فاهم ان دي حاجه ما بيني وما بينك شخصيه، انت ازاي تعلي صوتك، ازاي تتعصبي، بالظبط. انا الاكبر، انا وهكذا. فالموضوع مم. هنا بيختلف. اه. فلازم يبقى في حكمه في هدوء نسمح لهم ان هم يقولوا رايهم. مم. وطبعا الحدود اهم حاجه. يعني انت عليتي صوتك فانا مش موافقه مش ان انت موافقة على تعلي صوتك، التصرف ده. مش موافقه على التصرف. بس انا اوكي هعرف اخد الموقف بهدوء واوضح اللي انا عايزاه بهدوء شويه. طيب مشكلة النقد ان اه. الاهل بينتقدوا مم. آه، المراهق، فالمراهق بيبقى عنده قلة ثقة بنفسه، وزي ما احنا عارفين ان المرحلة دي هي مرحلة آه، الطبيعي ان بتقل الثقة بالنفس شوية. فتقول ايه؟ النقد من أسوأ الحاجات اللي ممكن تأثر في نفسية المراهق أو حتى في نفسية الشخص الكبير. مم. فهم أنا عايز أقول إن الأم أو الأب تخيلوا نفسكم مكانه أنتوا اللي فيه نقد. تعالى نبدل الأدوار، ودي أحيانا ده تمرين إحنا بنعمله. بنقول تعالى نبدل الأدوار كده، اعتبر نفسك أنت الابن صح. وهو الابن عمال ينقدك، انت كذا وانت عصبي وانت متسلط وانت مش عارف ايه وانت ما وهكذا. انت شعورك هيكون ايه؟ بغض النظر بقى يعني مين اللي بينقدك، بس انت هل متقبل النقد ده؟ فالنقد بيأثر على نفسية أي شخص خاصة سن المراهق، لأن أنا بقول إن عنده تقلبات مزاجية، تقلبات عاطفية. فما ينفعش إن أنا أنقد في السن ده، أنا أنقد بشكل إيجابي اللي هو أنا ما كانش عاجبني تصرفك، شكرا ان انت عملت كده. طبعا هي محتاجه هدوء وحكمه ومحتاجه استمراريه. مم. برافو اللي انت عملت الحته، بس كان في جزء المفروض نعمله احسن شويه. مم. انت حد مثلا نجح في مواد وجات في ماده ضعيف او حاجه، لا كان يفضل شكرا ان انت نجحت وكتر خيرك على المذاكره وكل حاجه. كان يهمني اكتر ان انت تبقى افضل في الماده دي. طب تعالى نشوف سوا نعدلها ازاي. هو ده المهم اللي احنا نعدل عشان تكون ناجح بعد كده. انما ما سيبش الخمس ست مواد اللي نجح فيهم وانقضوا على ماده واحده هو مثلا جاب فيها مجموع مش كويس. مم. فبالتالي لا لازم يبقى في حكمه في التعامل والدنيا طيب ازاي الاهل يبنوا ثقة ما بينهم وما بين المراهق؟ الثقة بتتبنى إن أنا المراهق في الفترة دي يكون صاحبي. ليه بقى؟ من سمات الشخصية يمكن أنا ما قلتهاش في الأول، وحضرتك يعني بشكرك إن أنت يعني وضحتها لي أو فكرتيني بيها. من سمات المراهق الشلالية، يعني إن أنا بدور على الصحاب أكتر. إن أنا ده مين حقيقي. صحابي مش مين أهلي. مش فارق في الفترة دي بابا وماما، ماما. فارق معايا صحابي هيقولوا لي إيه ورأيهم هم. يمكن حتى في الفترة دي تلاقي المراهق بياخد أكتر آراء أصحابه. فالفكرة إن أنا بقى كأب وأم لو عرفت أوصل للمرحلة دي إن أنا صاحبك أكتر، مش بابا وماما. بابا وماما أو صاحبك وفي حدود. أنا مش بقول إن إحنا نكسر الحدود، مم. بس إيه المانع إن أنا
يبقى في يوم ليه، حتى لو يوم كل اسبوعين، مم. خروجه بيني وبين بنتي او بين ابني، بس الخروجه دي ليك انت. مم. ننزل نتسوق حاجه سوا، نشتري حاجه سوا، اشاركه في في هوايه هو بيحبها، اروح معاه التمرين، اروح معاه لو احنا مثلا في مصيف ناخد بعض ونركب ملاهي، ونركب عجل نركب مع بعض عجل مع بعض. ايه المانع ان ونجري. احنا نعمل كده؟ هو بالظبط يعني مم. باي كلام حضرتك، لان احنا ما نتعاملش ان انا بابا او ان انا اه. ماما وانت اللي هو اللي تسمع ولازم تنفذ والكلام ده، فده بيقلل الثقه. كمان في نقطه مهمه، لازم اساعده على ان هو ياخد قرار في البيت. تمام. المشاركه في الحته دي اديله الثقه، مم. ان احنا دلوقتي مثلا بناخد قرار انا ومامته ان احنا طالعين مصيف، فشاركه. فاشاركه. ايه المانع ان انا تعالى ايا كان بنت ولد، ايه رايك احنا عايزين نطلع في الفتره من كذا لكذا، هنطلع المكان الفلاني، مم. ايه رايك؟ ده مناسب ليك ولا عندك اقتراحات تانية؟ بتدي احساس بالثقه بالنفس. جدا جدا مم. جدا. مش لازم كلمتي انا اللي تمشي يعني، او حتى لو مشيت هتمشي بس هتمشي بشكل بشكل لطيف. شيك واهدى بشكرك جدا جدا عفوا. جدا، وان شاء الله باذن الله اشوفك في حلقه جديده. ان شاء الله. شكرا. وفي النهايه الشخص المراهق مش شخص ضد اهله، هو بس ذكاء مننا ان احنا نعرف نتعامل معاه. واشوفكم في حلقه جديده مع حكايه جديده من حلقات الفضفضه.